السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مخلل اللفت بطريقة سهلة، وهقولك على كل الاسرار بتاعة المعامل، ازاي يطلع ناجح معاكي من اول مرة، وازاي ما يطرش معاكي ويفضل من اول واحدة لاخر واحدة مقرمشة وجميلة معاكي وتفتح النفس. وكمان ولادك مش هيصدقوا ان انتي اللي عاملاه في البيت. وهقولك على ازاي تعملي المحلول بتاع الملح بطريقة تكون مظبوطة. كل الأسئلة اللي انتي بتسأليها لنفسك هقولها لك بإذن الله. بس انتي لو أول مرة تتفرجي على قناتي ياريت ما تنسينيش في عمل اللايك والاشتراك في القناة، لأن اللايك بيرفع القناة وبيرفع الفيديوهات وبيخلي اكتر عدد يعني بيتفرج على الفيديوهات وكمان بيستفيد. فاول حاجة هنسمي الله ونقول احنا عملنا الليفت ازاي. اول حاجة من اول ما جبناه من الراجل اللي بيبيع الليفت، عاوزة يطلع معاكي ناجح تجيب اللفتاية اللي تكون صغيرة ومدورة، وكمان تكون تقيلة، تحطيها على ايدك تلاقيها تقيلة كده، تتأكدي ان هي خلاص يعني هيطلع معاكي بإذن الله. يعني اتأكدي بإذن الله ان هو هينجح معاكي وهيطلع حلو، لان اللفتاية الخفيفة بتطلع شيخة وكمان بتبوظ بسرعة. فأول حاجة خلاص جبنا اللفت، غسلناه ونضفناه كويس وبعدين قطعناه بالطريقة اللي انت تحبيها، مكعبات. يعني عاوزة تعملي صوابع شبه اللي احنا بنشتريه من بره، مفيش مشكلة. انا ان شاء الله هعمله كده، يعني الصوابع زي اللي احنا بنشتريها. فاحنا تاني حاجة عملتها، جبت رتلين ونص من المية علشان خاطر انا هعمل 3 كيلو من المخلل. في تجربة كمان بتخليكي تعرفي ان الملح معاكي مظبوط. بتحطي بيضاية، البيضة لو عامت على وش المية كلها تعرفي ان الملح كتير قوي. لو سقطت تعرفي ان هي كده محلول الملح محتاج ملح تاني. ولو عامت وبان منها حتة صغيرة تعرفي ان الملح كده مظبوط، وكده محلول الملح تمام كده تشتغلي بيه وانت مطمنة. تمام. انا جربت لك البيضة علشان خاطر تعرفي ازاي طريقة محلول الملح يبقى مظبوط معاكي. زي ما انت لاحظتي لقيتي ان البيضة طلعت يعني يدوبك فيها حتة صغيرة اللي باينة. تمام كده. انا شلت بقى البيضة. طبعا البيضة تكون مغسولة جدا، مغسولة كويس قوي، علشان خاطر طبعا ان احنا عارفين زفرة البيض وكده هي مش بتبقى زفرة، بس يعني عشان ايه من الايد لايد يعني لازم تغسلها بالصابونة كويس عشان تحطيها في المية وانت مطمنة. بس كده بجيب بنجرايه، لو بنجرية صغيرة بحطها كلها. انا عندي البنجرية كانت كبيرة، خدت نصها قطعتها طرشات. بعد كده حطيتها في المية لمدة 5 دقايق عبال ما فضيت اللفت في البرطمان. لازم تكبسيه كويس قوي علشان خاطر ما يبقاش مهوي ويبقى فيه فراغات. وبرده يعني بيبقى بسهولة لو اللفت معاكي البرطمان مهوي بيعفن وبيطرى وكده. لازم تغطيه كويس قوي بالمية، ولازم كمان تضغطي على اللفت بحيث ان هو يبقى كله في يعني كل اللفت مضغوط، وما يبقاش اي مكان في البرطمان متهوي. زي ما انت شايفة انا بعد ما خدت اللفت من بعد ما خدت البنجر من المية بتاعت المحلول، حطيته زي ما انتوا شايفين في الجناب بتاعة البرطمان. وبعد كده بضيف محلول المية. واخر حاجة خالص طبعا عشان انا عاملة برطمان كبير حاطة فيه معلقتين من السكر. السكر بيعامل يعني بيساعد على ان هو اللفت يحتفظ بالقرمشه بتاعته من اول لفتايه لاخر لفتايه، وكمان ما بيسودش معاكي.
وطريقة سهلة ولا اي بقى تكاليف كتير ولا اي تحابيش كتير. هي الطريقة ديت بتخلي اللفت شبه اللي احنا بنشتريه من بره وبل احلى، لان كمان انتي ضامنة الجودة بتاعته وضامنة نظافته وضامنة البرطمان والمخلل غسلاه كويس قوي ومظبطاه. فمفيش احلى من اللي احنا بنعمل المخلل او بنعمل اي حاجة في بيتنا. بتبقى انضف كتير من الشراء اللي بره. هتعمليه وتاكليه بالهنا والف شفا، وهيقعد معاكي يعني لمدة اسبوع. وبعدين تفتحيه، طبعا بتغطيه بستريتش راب او بكيس من اكياس التلاجة. وبعد كده بتقلبي البرطمان من تحت لفوق لفوق لتحت كده، لغاية لما علشان يعني ايه تتأكدي ان المحلول الملح وصل لكل البرطمان. وزي ما انتوا هتشوفوا انا بقلب البرطمان يمين وشمال من تحت لفوق كده علشان كله يتقلب. وبعد كده بتخليه، لو انت هتعملي مثلا بالليل بتكفيه على الغطا بتاعه عشان المية توصل للليفت اللي انت عاملاه، يعني عشان يوصل للليفت آه، آه، المية توصل لكل لفتاية انت عاملاها. فانت بتكفيه على وشه علشان خاطر يوصل له المية، ما يبقاش عشان ما يسودش معاكي. وبعد كده بتروحي تغيري تحطيه يعني على وشه تاني.